اهلا بيكم في الجزء الثاني من توأم الارض. بعد كل الاسباب اللي قلناها قبل كده في الفيديو اللي فات، العلماء بيقولوا ان لسه في امل ان احنا ممكن نعيش على كوكب تاني غير كوكب الارض، والكوكب ده ممكن يكون كوكب الزهرة. وعشان نعيش على كوكب الزهرة فاحنا هنعيش بطريقة معينة عشان نتغلب على الحاجات اللي قلناها قبل كده. اول حاجة احنا هنعيش على كوكب الزهرة في مستعمرات طايرة، فالمستعمرات دي مش هتكون على سطح كوكب الزهرة عشان زي ما قلنا قبل كده ان درجة الحرارة على الكوكب بتوصل ل 475 درجة، وده طبعا احنا مش هنقدر نستحمله. فعشان كده المستعمرات دي هتكون طايرة وهتكون على ارتفاع من 50 ل 60 كيلومتر، بحيث يكون الضغط ودرجة الحرارة قريبين من اللي هنا على الأرض. وعشان نوصل للارتفاع ده فالعلماء بيقترحوا إن احنا نعيش في منطاد، والمنطاد ده يكون طاير بحيث إن احنا نملاه بغاز كثافته أقل من كثافة ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في الغلاف الجوي بتاع كوكب الزهرة، غاز زي الهيليوم أو النيتروجين، الاتنين كثافتهم أقل من كثافة ثاني أكسيد الكربون. طيب احنا كده نسبيا اتغلبنا على مشكلة الضغط ودرجة الحرارة، هنعمل ايه في الأكسجين؟ هنتنفس ازاي؟ العلماء بيقولوا إن احنا هنستخدم تقنيات متطورة زي التحليل الكهروكيميائي بحيث يفصل ثاني أكسيد الكربون لكربون واكسجين عشان نتنفسه. ولو على الاكل ممكن يعملوا مزارع مائيه مغلقه ويعملوا اعاده تدوير للمواد الغذائيه والميه. والله انا نفسي العلماء دول يجي يحلوا لي مشاكل حياتي طالما كل حاجه عندهم بسيطه كده. اكتب لي رايك تحت في الكومنتات في موضوع ان احنا نعيش على كوكب تاني غير الارض ده. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد. مايك دروب.